6 كيلو ديال الفورص، وربعة ديال الفينو، مع معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، معلقه سنيده، شويه د الملحه، وغادي نجمع بالماء دافي. العجينه غندلكها مزيان مزيان. اللي عنده العجانه يدلكها في العجانه، واللي ما عندوش العجانه غيدلكها بيديه. من الاول ما تحاولوش من الاول تقصحوا العجينه باش ما تعذبكوش. من الاول طلعوها شي شويه تكون ماشي جاريه وماشي قاصحه، ما بين وبين، واش نتوما كدلكوا نتوما كتزيدوا الماء. انا دابا كنعبر الفينو. غادي نعبر وغادي نرد كلشي يتعجن في العجانه، وغادي نبقى نزيد الماء بشويه بشويه حتى غادي تدلكلي. وانا غنوريكم بالنسبه للمبتدئات اللي كيعجنوا ما كيعرفوش العجينه فوقاش كتكون، باش كيعرفوا العجينه ديالهم واش مدلوكه ولا ما مدلوكاش، واش هي هذيك. انا غنوريكم الطريقه ونتمنى تفهموها وتعرفوا شنو بغيت نوصل لكم. من بعد ما عبرت الطحين انا غندير معلقه كبيره ديال الخميره تكون عامره، حيت البرد دابا باش دغيا كيخمروا لنا. وبالنسبه اللي بغى يدير فوري يديرها، واللي بغى، انا ما عنديش حبيبات درت المعجونه. هو اللي تيكون عندكم في الدار كتقدروا به. انا طلباتهم مني واحد السيده خدمتهم لها كوموند، طلبات مني 30 حبه، يعني عجنت هاد العجينه خرجت 30 حبه وبقى لي انا في الدار الخير والبركه. صافي درت مليحه وغادي نرجع كلشي يتعجن في العجانه، وغادي تشوفوا معايا كيف. غادي ندير باش غادي العجانه باش غادي نعجن. ندير شويه د الماء بعدا على الخميره. من الاول حاولوا ما ديروش العجينه قاصحه. بالنسبه اللي غادي يدلكوا بيديهم، يعني كتحاولوا من الاول تجمعوا العجينه ما تكونش قاصحه باش ما تعذبكوش، وتبقاو تدلكوا نتوما كتزيدوا لها الماء، نتوما كتدلكوا نتوما كتزيدوا لها الماء باش كتجي باش دغيا كتسهل معكم. غنبدا نزيد الماء حتى نجمع حتى ندلكوا مزيان. ها نتوما قطعت الصوت ديال العجانه فيها صداع. صافي غنبقى نزيد الماء شويه بشويه بشويه حتى تتدلك العجينه. وفاش غتجمع بغيت نوريكم فوقاش خصكم تكونوا تعرفوا فوقاش العجينه تكون مدلوكه ولا ما تكونش مدلوكه. دابا انا هنا حبست العجانه، بغيت نوريكم واش العجينه هذه مدلوكه ولا ما مدلوكاش. انتما كتشوفوها مكرشه محببه، يعني ماشي ملسه. يعني هنا كتعرفوا واخا كتبركوا فيها كتلقاوها رطبه، هي راه ما مدلوكاش. شتو العجينه خصها تكون ملسه باش كتعرفوها راه مدلوكه. يعني هكا العجينه ما مدلوكاش ديروا بها ملوين ما تنجح لكمش، ديروا بها بطبوط ما تنجح لكمش، حقاش ما مدلوكاش نهائيا. غادي نردها وغنبقى نزيد لها شويه بشويه د الماء، ما نكثرش الماء، ما بغيتهاش تجرى، فقط انا بغيتها غير تدلك. شتو كيفاش دايره؟ يعني ملي كتشوفوا العجينه هكا محببه ولا مكرشه كتعرفوها بانها ما مدلوكاش. دابا انا نردها تعجن وغادي ندلكها فاش غادي تكون مدلوكه نتوما غتشوفوا كيفاش غتكون.
انا عاوتاني حبست العجينه، بغيت نوريكم، انا بغيت نمشي معكم ايطاب ايطاب باش تعرفوا العجينه واش مدلوكه ولا لا. ها هي بدات كتدلك هنا، هانتوما شفتوها كي ولات ما بقاش فيها داك التكراش وداك التحباب اللي كنتو كتشوفوا في العجينه، ما بقاش. ولكن دابا راه مازال خصها تزيد تدلك، غادي نردها ونبدا نزيد لها عاوتاني شويه شويه قطيره بقطيره هاد الماء حتى تدلك مزيان باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش غادي تكون. نتوما غتعرفوا الفرق، هي من الصوره غتعرفوا الفرق. البنات شوفوا العجينه كيفاش جات مرخوفه، جات غزاله. علاش كنت كنهضر لكم تكون ملسه. هانتوما العجينه راه باينه ملسه، هانتوما يعني خصها تكون هكا. دابا انا غادي نطلقها، ما نخمرها ما حتى شي حاجه، غنطلقها ونخليهم يخمروا منين غنطلقها. والعجينه راه مطلوقه، شوفي مساعداني في الطليق. دابا غنجي نطلقها شويه ديال الفينو. غادي نبدا نطلق فيها. شوفوا كيف، شوفوا ما كتمطط ما حتى شي حاجه، عاطيه انا الطول. نسيت ندير البوطاجين هذا صغيور، غنفرقها على جوج. غادي نخليها بحال هكا هنا. وغادي نطلق غير هادشي. شوفوا باش تعرفوها مدلوكه. شوفوا هاد الفقاعات هما تيعطيونا بان العجينه شتي كي كطرطق. هانتوما شفتوا كيف ما كنحط وندور، كيف ما كيتجمعوا ما حتى شي حاجه. شفتوا هانتوما كتبقى العجينه في لافورم ديالها ما كتبدل.
من بعد ما ساليت وخليتهم خمروا واحد 15 دقيقه، بديت كنطيبهم. هانتوما شفتوا على بوطه مجهده، السر ديال البطبوط باش يتنفخ ويجي من فوق هو البوطه خصها تكون مجهده. وكيتحطوهم تبقاو تقلبوا فيهم، تبقاو تقلبوا فيهم، تقلبوا حتى كيتنفخوا. وضروري البوطه حقاش ديك العافيه ملي كتكون مجهده، راه الا هزيتو بطبوطه ودرتوها فوق العافيه مباشره دغيا كتنفخ، حقاش هي بفعل ديك الحراره باش كيتنفخ البطبوط وكيجي وكيتنفخ وتيعطينا داك الهواء من الداخل. هانتوما انا غنحاول الفيديو ما نزربوش، غنخليه حتى تبداو كتشوفهم كيتنفخوا راسهم، ولكن غادي كنحطها نبقى نقلبها على نار مجهده، كنحط نبقى نقلب، كنحط نبقى نقلب. ما تنقصوش العافيه، نصيحه ما تنقصوش العافيه، تبقاو معاهم كتقلبوا فيهم حتى كيبداو يتنفخوا. انتم غتشوفوا راسهم بداو كيتنفخوا. انا نبدا نقلب فيهم، نقلب صافي هي كنحطها، كنحس بها شدات راسها تنبدا نقلب فيها. هاد الشعب بداو كيتنفخوا، هانتوما لاحظتوا داك في الجناب. غنبقى نقلب حتى يتنفخوا راسهم. هادشي هي بدات كتنفخ، هما بداو يتنفخوا راسهم حتى غيتنفخوا كاملين. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، يعني صورت لكم غير هانتوما شوفوا كيبقاو كيتنفخوا. هما شتي هي بدات كتنفخ وحده بوحده حتى غيتنفخوا كاملين. هذا هو السر ديال البطبوط باش كيتنفخ، هو العافيه تكون مجهده وكتحطوا البطبوطه تبقاو تقلبوا فيها وتقلبوا وتعاودوا. هانتوما شفتوهم كيتنفخوا كاملين، راه كاملين تنفخوا. وكانت هذه هي الوصفه ديال البطبوط، نتمنى تعجبكم. ندوزو للنتيجه، الشكل النهائي ديالهم. ها هما من بعد ما طاب البطبوط كامل بديت كنحل فيهم بالمقص، كنحلهم داك الجنيب الفوقاني، وكاملين محلولين، كاملين فيهم داك الهواء وجاو مجعبين، ما جاوش كاع فيهم كاع اللبابه نهائيا. هانتوما شفتوا كيفاش جاو فنين. دابا غادي نبدا نحلهم باش نجمع الكونتيتي اللي مطلوبه ليا باش نعطيها للسيده، واللي بقى غادي نخبيه. غنخليكم مع الفيديو، نخليكم مع الصور ان شاء الله الى فيديو اخر.